السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة لمسات ريهام الجزائرية. اليوم نحضروا مع بعض كيك بالجلاصاج بذوق الليمون، جو ولا أروع. تابعوا الفيديو للأخير، ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نروحوا لتحضير الوصفة مباشرة. هنايا درت 3 حبات بيض يكونوا بحارة المطبخ، بما ان رانا في فصل الشتاء يليق تكوني مخليتهم برا باش يطلعوا لك من ضربيهم. وضفت لهم لافاني وقرصة ملح وندربوهم بالباتور. اذا ما عندكش الباتور استعملي غير الفوي وطلعيهم حتى يضاعف لي الحجم نتاعهم. نواصل في الخفق بهذا الطريقة. هنا نضيف لهم كاس الا ربع سكر يكون عادي ماشي ناعم، ونواصل في الخفق. ونضيف نصف كاس زيت مرة واحدة ونواصل في الخفق. هنا ونضيف نص كاس حليب ونواصل في الخفق. وهنا راكي تشاهدي ما ضفتش قشور الليمون هنايا باسكو كان تضيفيهم وانتي تخلطي بالباتور يلصقولك في لي فوي تاع الباتور. انا نفضل نضيفها مع الاخير كاع باش ما يلصقليش في لي فوي. انا نواصل في الخفق كما راكي تشاهدي. اي ولا الخليط خفيف معانا. وهنايا الفرينه وجدت 2 كيسان اللي كنت غربلتهم. وهنا الفرينه تبقى على حسب الحاجه. هنايا نقعد نضيف ونشوف اذا خصني نزيد واذا اكتفيت بالكاس هذيك هي. كاين فرينه اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. فوالا انا نخلط. هنا زدت باكي خميره كيميائيه ونخلط هنايا الفرينه ونشوف القوام تاع الخليط. اذا كانت هذاك هو ما نضيفش الكاس الثاني، واذا كان خاصني نزيد تدريجيا ونخلط. فوالا كما راكي تشاهدي راه يبان لي الخليط راه خفيف، مازال خاصه شويه. الكيك ما يجيش ثقيل بزاف وما يجيش خفيف، يجي مويا. فوالا في هذه المرحله نضيف نصف كاس ونشوف اذا خصني نزيد النصف الثاني، اذا ما خصنيش نكتفي به. نواصل في الخفق. كما راكي تشاهدي هنايا في هذه المرحله نكتفي بالباتور ما نزيدش نستعمله. والقوام تاع العجينه هذا هو. دونك في العجينه عفوا في الخليط تاع الكيك استعملت كاس ونصف تاع فرينه. هنايا ما تخليش 2 كيسان. فوالا كما راكي تشاهدي القوام تاعها راه هذا هو. فوالا اكتفيت بكاس ونص ما درتش 2 كيسان. فوالا دونك في هذه المرحله نضيف قشور تاع الليمون. فوالا ونضيف ملعقه خل. هنا دور تاع الخل كانه محسن للكيك نتاعنا، يجي خفيف وهشيش من الداخل. هنا نخلط كاع المكونات بهذه الطريقه حتى يمتزج لي مليح داك الليم ويدخل لي
في الكيك، في الخليط عفوا. هنا راه عاد ما ولاش كيك. فوالا هنا تكوني مسخنه الفرن اكيد، وتكوني موجده المول تاعك تاع الكيك. انا سبقت ودرت له كاغط بابي كويسون، درته بهذه الطريقه راكي تشاهدي. فوالا درت له البابي كويسون باش ما يلصقليش وما يغبنيش من يجي نقلعه. فوالا بهذه الطريقه نجيب الخليط تاع الكيك ونكبه لداخل. فوالا بهذه الطريقه. هنايا واحد لاستيوس نعطيها لكم. تجيبي ان كيردون دخليه في الماء وتفوتيه في وسط المول باش كي يطيب لك وينتفخ ينحلك في الوسط. هنا نخبطه 2 خبطات باش يخرج منه داك الهواء، وانا نكون مسخنه الفرن على 180 درجه. ندخله يطيب ونرجعوا نشوفوه. هذا هو الكيك من بعد اللي طابلي راكم تشوفوا. انا شويه زيدت له في الطياب جاني حمر بزاف كما راكم تشاهدوا. نتيا عسيه ما تخليش كاع يطيب لك بهاد لا كولور. مي معليش قلت هكا شباب ونكمل الوصفه. فوالا كما راكم تشاهدوا نديمو ليه نقلع له الكاروت وهنا نخليه يبرد ونوجدو الكلاصاج مع بعض. هنا الكلاصاج درت سكر غلاس وضفت له عصير الليمون. فوالا بهذه الطريقه وتخلطي نوخرو هذا جانبا. فوالا ونخلطو حتى نتحصلوا على داك الكلاصاج اللي احنا محتاجينه بهذه الطريقه. هذا هو القوام اللي كنت نحوس عليه راكم تشوفوا فيه، ما جاي ثقيل ما جاي خفيف. نجيبوا الكيك. فوالا كما قلت لكم انا شويه زيت له في الطياب مي معليش راه شباب. صدقوني كي زدت له الكلاصاج بيذوق الليمون جات واحد البنه ديك ذوق الحموضيه تاع اللي زادته ذوق رائع. جربوه ما راحش تندموا. هنايا التزيين يبقى اختياري، تحبي ديري ناباج وديريه كوكا وإفيلي. هنايا دايما انا نخيركم في التزيين يبقى عندكم. فوالا انا نكمل تزيين ونشوفوا الشكل النهائي نتاعه في طبق التقديم. هذا هو الكيك في شكله النهائي اللي حضرناه لنهار اليوم بالكلاصاج. نتمنى تجربوه وينال اعجابكم. راكم تشاهدوا قطع معكم دي مورسو جا طري وهشيش وبنين. جربوه ما راحش تندموا. في وصفات اخرى الى الملتقى ان شاء الله.